تغريدة كتبها إبراهيم شريف أمين عام جمعية وعد السابق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، يقول فيها: وحدتنا مصير قوتنا. تراجعوا عن وقف الزيادة السنوية للموظفين عندما توحدت إرادة أهل الدوار مع أهل الفاتح. ويقول: العبرة الشعب الموحد أقوى من حكومته. احنا نقول أخطأت في هذه التغريدة. أهل الفاتح لا يمكن أن يتلاقوا مع أهل الدوار. هذه النقطة الأولى اللي احنا نحب نوضحها. أهل الدوار ومن تجمع في الدوار، ونحن نسميه دوار الغدر والخيانة ضمن صفحة الغدر والخيانة بالبحرين من 14 فبراير إشباط 2011 حتى 16 مارس آذار 2011. من تجمع في الدوار في تلك اللحظة تبين وتكشفت بعد ذلك الكثير من الحقائق. أول هذه الحقائق، وهي حقيقة مرة، ارتباط هذه الزمرة التي تجمعت بمسمى جمعيات وتيارات مثل جمعية الوفاق، تيار الوفاء، جماعة حق، ومركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل، وإلى آخره من الجماعات ذوي الأجندة والارتباطات الخارجية المرتبطين مباشرة بالنظام الإيراني، والمرتبطين بمشروع ولاية الفقيه، والمرتبطين بالمشروع الصفوي التوسعي. كيف يمكن أن يلتقي أهل الفاتح مع هؤلاء؟ هذا من رابع المستحيلات. هذه نقطة أخطأت فيها يا إبراهيم شريف. لا يمكن لبيت الشرف أن يجاور بيت العهر. لا يمكن للشرفاء أن يكونوا يدا واحدة مع الخبثاء. من أرادوا تسليم البحرين للولي الفقيه وجعل البحرين تابعة لنظام ولاية الفقيه لا يمكن أن يثق بهم أهل الفاتح أبدا. جماعة الوفاق يا إبراهيم شريف هي ذراع وامتداد لحزب الدعوة العراقي. حزب الدعوة العراقي هذا الذي سلم العراق للنظام الإيراني، والذي ارتكبت كل الجرائم ضد أهل العراق الشرفاء باسم الدين وباسم المذهب، ارتكبها حزب الدعوة العراقي. وجرائم هذا الحزب موثقة في كل العالم، من جرائم قتل وفساد ونهب وتشريد وتهجير وقتل على الهوية. كل هذه الجرائم ارتكبها هؤلاء جماعة حزب الدعوة العراقي وجماعة بدر وكل الجماعات الموالية لإيران في العراق مثل حزب الله وعصاب أهل الحق وجيش المهدي وغيره، من جرائم تندى أو يندى لها جبين البشرية. أنتم في جمعية وعد مالأتم هؤلاء وسايرتوهم، وجعلتم من أنفسكم حصان طروادة، وجعلتم من أنفسكم مطايا لهؤلاء الدينيين الذين يتبعون الكهنوت الإيراني، والذين يتبعون النظام الدكتاتوري القمعي، النظام الكهنوتي الديني الثيوقراطي في إيران، من أجل أن تسلم لهم البحرين بعد أن لا سمح الله تنجح ثورتهم المزعومة، والتي كانت ثورة طائفية. وقفت أنت على منصة الدوار ومن فوقك شعار باقون حتى يسقط النظام، مع ثلة ممن أرادوا أن يبيعوا الوطن ويسلموه إلى النظام الإيراني. اثنين، ما ننسى إحنا عندما دخلت قوات درع الجزيرة البحرين يوم 14 مارس 2011، من الذي بعث برسالة إلى بان كي-مون أمين عام الأمم المتحدة يندد بدخول قوات درع الجزيرة بطلب من الحكومة الشرعية في البحرين؟ مو أنت في جمعية وعد مع جماعة الوفاق مع باقي الجمعيات اللي كانت موجودة بالدوار؟ أرسلت رسالة إلى بان كي-مون تستعدون فيها الدول الأخرى ضد وطنكم البحرين، في الوقت اللي بعث فيه وزير خارجية النظام الإيراني الصفوي برسالة إلى بان كي-مون يتحدث فيها عن دخول قوات درع الجزيرة ويطالب بانسحاب قوات درع الجزيرة من البحرين، وكأن البحرين جزء من الأراضي الإيرانية. هل تعتقد إحنا نسينا كل هذه الأمور حتى أنت تينا اليوم وتقول إن أهل الدوار اجتمعت إرادتهم مع أو توحدت إرادة أهل الدوار مع أهل الفاتح؟ أنت يا إبراهيم شريف تحلم. النقطة الثالثة، أنتم جمعية علمانية، أنتم جمعية ليبرالية، جمعية تضم يساريين تضم قوميين، مالكم ومال هؤلاء الصفويين، هؤلاء الدينيين، هؤلاء الطائفيين، هؤلاء الذين مرجعيتهم في النجف وفي قم،
هؤلاء الذين لا يوالون الوطن إنما يوالون أسيادهم في إيران، ملالي قم وطهران، الذين يزودونهم ويدعمونهم بالمال وبالسلاح وبالدعم الإعلامي والدعم اللوجستي. وهذا ثبت بما لا يدع أدنى مجال للشك لأن نشكك فيه أو نقلل من مصداقيته. هؤلاء عملاء للنظام الإيراني شئت أم أبيت. أنتم الآن السؤال، ما لكم أنتم الآن كجمعية علمانية تدعو إلى الحرية، تدعو إلى الديمقراطية، تدعو إلى مثل ما تقولوا مكافحة الفساد وما إلى ذلك، ما لكم ومال هؤلاء الدينيين؟ هؤلاء عملاء لإيران، وعملاء إيران عبارة عن مجموعة من البهائم أينما يحلوا في بلد يخربوه ويحولوه إلى مزبلة. عملاء النظام الإيراني حولوا العراق إلى مزبلة، حولوا سوريا إلى مزبلة، حولوا لبنان واليمن إلى مزابل، والعرب الآن يكنسون هذه المزبلة التي خلفها عملاء إيران، مثل ما حدث في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية شقيقتنا الكبرى التي تزعمت عاصفة الحزم لكنس الزبالة الإيرانية من اليمن. أنتم جعلتم أنفسكم مطايا لهؤلاء البهائم عملاء إيران من أجل أن تكون البحرين مثل هذه الدول التي خربها عملاء النظام الإيراني. ألا تعسن لكم. هذه الكلمة اللي نقولها لك يا إبراهيم الشريف. رقم 4، وهذا هو المهم، أنتم بسبب قيادتكم البائسة والفاشلة لجمعية وعد جعلتم جمعية وعد في الحضيض، وأفقدتوا جمعية وعد مصداقيتها في الشارع البحريني وخاصة في شارع أهل الفاتح. أنتم في 2006 و2010 عجزتوا عن أن توصلون لكم مرشح واحد إلى البرلمان، فما بالك الآن بعد أن انكشف كل شيء، وبعد أن بانت تبعيتكم البائسة، بعد أن بانت تبعيتكم المخزية لجماعة ولاية الفقيه وللطائفيين، عملاء النظام الإيراني المجرم، عملاء النظام الصفوي الذي أوغل في دماء العرب في عدد من البلدان العربية، والذي قال عندما احتل الحوثيون صنعاء سقطت العاصمة الرابعة في أيدينا. أنتم جعلتم من أنفسكم أتباع ومطايا لهؤلاء، ثم كشفكم الشارع، كشفكم شارع أهل الفاتح. اليوم لسنا بحاجة إلى نصائحك، ولسنا بحاجة يا إبراهيم شريف إلى أن تذكر البحرينيين وخاصة أهل الفاتح بما ينبغي عليهم أن يعملوا. عندما نرفع الصوت ونطالب أو نحتاج أو نعارض، فنعارض من أجل الوطن، من أجل مصلحة الوطن، معترفين بشرعية قيادتنا، معترفين بحكومتنا، ونعمل من أجل الإصلاح وليس من أجل التخريب ومن أجل التبعية لصفويين ولطائفيين يريدون أن يسلموا البحرين على طبق من ذهب للنظام الإيراني، بل للعدو الإيراني، كما سلموا العراق على طبق من ذهب إلى إيران، وسلموا لبنان، وأرادوا أن يسلموا اليمن لولا صحوة العرب بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، لإعادة الكرامة للعرب ولوأد هذا المشروع المدمر، المشروع الإيراني، المشروع الصفوي، مشروع اللطم ومشروع التجهيل ومشروع الكذب والدجل. نقول لك يا إبراهيم شريف، اصحى لنفسك ولا تكتب كلام. نحن أعرف وأعلم بما يدور في نواياكم، ونحن أعرف وأعلم بما أحدثتموه أنتم من شرخ بالمجتمع البحريني، والمجتمع البحريني قادر على أن يصلح مجتمعه ووطنه، وأن ينظم نفسه بعيدا عن الطائفيين الصفويين عملاء إيران البهايم، وبعيدا عنكم أنتم يا من جعلتم من أنفسكم مطايا بثمن بخس لهذا المشروع القبيح.